السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نشوف بقى طريقة عمل كفتة الرز ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ملك صلاح، ودي مكونات كفتة الرز. عبارة عن ايه يا ملك؟ رز. رز نص كيلو نص رز كيلو رز والخضرة والخضرة وبصلاية كبيرة و توم توم. والتوابل عشان ايه تدينا التست الحلو، ملح وكزبرة وفلفل اسود. ودي خلطة الكفتة الكفتة. بتدي طعم وتست للكفتة جميل جدا. وشوية ايه؟ شعرية. شعرية. هنعمل ايه بقى يا ملك؟ يلا بقى نحط الحاجة كلها في الحلة هنا عشان ايه تروحي تعمليها عند الجزور. ودي شكلها قبل ما نوديها للجزار ونعملها. النص كيلو رز بياخد كيلو لحمة جملي. هنوريكم شكلها بعد ما تتضرب عند الراجل. دي شكل التوابل اللي جبناها جاهزة، ريحتها جميلة جدا وبتدي تست للكفتة في حتة تانية خالص. وهنا الجزار بيفرم الكفتة زي ما انتم شايفين. اهي الكفتة بعد لما جبناها من عند الجزار، هنروح بقى نصبعها ونرجع له. على ما نرجع لكم معايا بصلايه مفرومه ومعايا البطاطس اللي هحطها مع الكفته. طبعا هقلل البصلايه مع شويه توم والصلصه بتاعتهم ونوريكم الشكل النهائي. الشكل النهائي بتاع الكفته. طبعا لو هتشيليها ما ينفعش تشيليها عجينه كده، اما تيجي تقليها هتفك منك. لو عايزه تشيليها، انا طبعا مش هعمل الكميه دي كلها، هعمل نصها واشيل نصها، بس لازم تقليها وتشيليها مقليه في طبق كده وتغطيها وتطلع ايه على الصلصة على طول. تمام. هنروح نعمل شوية رز بشعرية ونوريكم شكلها لما نصبعها ونحمرها ونوريكم الشكل النهائي. وهي الكفتة بعد لما استوت، شايفين الطعامة، شايفين الجمال. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.